بما انكم حبيتوا سلسلة الفيديوهات دي فيلا بينا. 28 نوتة الريفيو بتاع النهارده. يا مساءكم فل. طبعا خلاص احنا اتعودنا بكتب لكم الرقم 30 عشان بس شكل العنوان يكون حلو ويطلع امور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهارده. الفيديو النهارده هيكون ريفيو زي ما انتم شايفين ل 28 نوع نوتة. النوت انا من وجهة نظري هي مهمة جدا واحنا بنحتاجها في حياتنا اليومية، خصوصا للناس اللي بتحب تكتب بالقلم والورقة. فدول اشكال نوتس ممكن يفيدوكوا، وكمان ممكن نحتاجها في بداية الدراسة. هتسألوني ازاي هنحتاجها في بداية الدراسة؟ تعالوا هقول لكم. هنحتاج النوتس في بداية الدراسة في ان احنا نسجل كل المواعيد بتاعتنا، سواء دروس، مذاكره، حصص، ايا كان، حتى الحاجات والانشطه اللي احنا حابين نعملها. كمان النوتس مهمه جدا في ان احنا نسجل الحاجات اللي احنا محتاجين نذاكرها، محتاجين نراجعها، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها قبل الامتحانات، محتاجين حتى نشتريها، اي حاجه تخطر على بالكم. لو انتوا زي حالاتي بتحبوا تسجلوا كل حاجه بالورقه والقلم فالموضوع ده هيفيدكم جدا. يلا بينا نبدا على طول الريفيو. بس قبل ما ابدا ما تنسونيش باللايك والشير والكومنت وسبسكرايب لليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا نبدا على طول. بس كده حلو قوي. اوكي، هبدا بالنوتس الصغيره قوي دي، حجمها صغير جدا قد كف ايدك كده واصغر كمان من كف ايدك. النوت دي نوت سلك صغنونه خالص، من جوه هي مسطره تقدر تكتب فيها اللي انت عايزه. هي حلوه مش وحشه، بس يعني الكواليتي بتاعتها شويه خفيفه. حتى الكواليتي بتاع الورق بصراحه يا جماعه يعتبر خفيف شويه. في منها تقريبا 5 الوان: بيج، احمر، بني، ولبني، وموف. دول اللي موجودين. ممكن تلاقوا طبعا نوتس زي ديت، اكيد في ناس كتير لقت نوتس زي دي قبل كده لو دخلوا اي مكتبه. بس الفكره ان انا بحاول اسهل عليكم ممكن تختاروا ايه، او اقترح عليكم ايه الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها ساعات لما تيجي تسجل حاجات صغيره، حاجات بسيطه احيانا بيتوه عننا ممكن نجيب ايه. النوع اللي بعده هي نوته ومعاها القلم بتاعها. الشكل دوت من النوتس اللي جاي معاه القلم. في منه 6 اشكال مختلفه، وكل شكل للنوتة هو نفس شكل القلم بالظبط. طبعا القلم اللي جاي معاها قلم جاف درجته 7/10. واقدر اقول لكم ان النوت ديت لو جينا بصينا في الظهر هنلاقي مكتوب عليها ياسين، والقلم من ماركة M&G، فتقدروا تقولوا كده ميكس فظيع ما بين الاتنين. والكواليتي بتاعت النوتة دي حلوة قوي، الخامة بتاعت الورق ممتازة جدا مش خفيفة. كمان طبعا اقلام M&G غنية عن التعريف، انا دايما اعمل لكم عنها ريفيوهات واقول لكم ان هي حلوة جدا. مميزات طبعا النوتة اللي بتكون مع القلم ان القلم مش هيضيع منك، وهيكون جنب الورقه ساعات لما تحتاج تكتب اي حاجه او تسجل اي حاجه بسرعه، ساعات لما تفتكرها تكون مستعجل عايز تأيد اي شيء بسرعه هتلاقي القلم والنوتة قدامك وهتكتب اللي انت عايزه. ده بصراحه بالنسبه لي من اهم المميزات اللي بتميز النوتس اللي بالشكل ده. النوع اللي بعده وهو من ماركه برافو. هتلاقوا نبره صوتي اتغيرت شويه وانا بتكلم عن النوع دوت لان انا بصراحه اتصدمت فيه. مبدئيا ماركه برافو ماركه مصري. هتلاقوا شكل نوت كده، وفتحت واحده فيهم هي كانت متغلفه، ونركز يا جماعه شويه لان وهي متغلفه ده اللي حصل. فتحت شفت طبعا شكل القلم، جايبين معاه قلم برافو 200، وده من اشهر الاقلام اللي برافو بتنزلها. شكل النوتة عامل كده بالظبط. وبعدين بفتح اول ورقه، تمام، شكل برافو، سبجكت، نيم. بفتح بالصدفه، يعني انا النوت متغلفه، بفتح الاقي النوت فيها زي عيب كده او الورقه متشاله من مكانها. خامه الورقه رديئه جدا بصراحه يا جماعه. انا ما تخيلتش ان برافو بيعملوا حاجه كده، انا كنت فاكره ان هم حاجه واو جدا. خامه الورق بصراحه رديئه قوي، ما عجبتنيش. الفينش طبعا بتاعها مش احسن حاجه. تيجي تفتح النوت كده، تفتح النوت كده تلاقي السلك معاك مش سلس مع الورق، في حاجه غلط. فبصراحه انا لما جيت اجرب النوت دي ما عجبتنيش خالص خالص خالص. بمنتهى الامانه يعني بكلمكم بامانه. النوع اللي بعده من So Many Cats. ولو انتوا عارفين ومتابعين الفيديوز الاخيره بالذات ليا هتلاقوني دايما بعمل ريفيوز عن So Many Cats. عملت So Many Cats عن الالوان خشب، عملت So Many Cats عن هايلايتر الميني So Many Cats. بصراحه الاديشن بتاع So Many Cats حلو قوي. So Many Cats يعتبر جاي منها حاجتين، جاي منها النوتة مع القلم وجاي منها النوتة لوحدها.
انا في الاول هفتح لكم النوته لوحدها، جاي منها 4 الوان مختلفه، وفي فيهم لون بينكي خالص كده، حاجه باربي ستايل برضو، و تركواز، اخضر، جراي، يعني الالوان بتاعتهم حلوه قوي. لما نيجي نفتح النوت هنلاقيها شيك قوي، الكفر بتاعها قيم كده، تحسوه حلو يعني متعوب عليه الكفر. وبعدين هتلاقوا اول ورقه كده اللي هي بتكون تبع الكفر فاضيه وبعدين او ملونه، وبعدين تلاقوا الورق وتلاقوا نوتس عشان تقدروا تكتبوا فيها. بصراحه الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، الورق بتاعها حلو قوي، عجبني جدا بصراحه. نفس الكلام بالظبط، يعني مش نفس الالوان لنفس النوته وهي سو ميني كاتس، بس معاها القلم بتاعها من سو ميني كاتس برضو M&G، وبرضو هو كوبريشن اكيد مع ياسين اللي عاملين النوت نفسها، ومعاها القلم بتاع سو ميني كاتس من M&G. بصراحه الكومبينيشن دوت، الكوبريشن دوت، الميكس الجامد دوت بصراحه حلو قوي للناس اللي دايما بتضيع فكره القلم جنب النوت. حلوه جدا جدا، الكواليتي بتاعتها بصراحه رهيبه، تقريبا احلى نوت انا جربتها لحد دلوقتي او شفتها لحد دلوقتي في الريفيو بتاع النهارده. في نوعين بقى هما شبه بعض شويه، هنبدا باول نوع وهو الصغير دوت. هي نوت شكلها حلو قوي، عجبتني، انا قلت بس النوت دي رهيبه، شكلها حلو جدا، اكيد الكواليتي بتاعتها حلوه، فقلت افتح. هي حلوه، هي مش وحشه، الكفر من بره كويس جدا، مش خفيف مش رديء. بس لما نيجي بقى نشوف الورق نفسه، الورق شويه خفيف بصراحه، الورق شويه خفيف، بس هي من النوتس الكويس المتوسطه، يعني نقدر نشتريها ما فيش اي مشكله. مش هتستحمل معانا طبعا لا قلم جل ولا قلم حبر، هي هتستحمل معانا قلم جاف بس. نفس الشركه تقريبا بنفس كل شيء، ولكن بيكون باكج بيجوا 3 مع بعض، واظن انتوا تقدروا تشتروا بالواحده مفيش اي مشكله. باكج بيجي 3 من نفس الشركه اللي هي مكتوب عليها ترو ريد، زي الصغيره بالظبط بس سلك، 3 الوان احمر اخضر اصفر. هنلاقي الكواليتي بتاعتها شويه اقل والله من النوت الصغير، النوت الصغير شويه احسن. الكفر الخارجي كرتونه عاديه خالص زي اي كراسه عاديه، ما حسيتش ان فيها اي ميزه. الكفر اللي في الظهر شويه هارد، يعني اتخن شويه، بس طبعا مش هارد يعني مش جامد، بس يعني مقبوله كويسه. بس دي بقى طبعا حجمها كبير، حتى اكبر من اي نوت تقريبا، دي النوت اكبر نوت فيهم، وطبعا تقدر تستحمل كتابه كتير، دي ممكن نعتبرها زي كراسه مش حتى نوته. واقدر اقول لكم ريفيو النهارده ريفيو سريع جدا جدا جدا، مش هياخد مننا وقت، ومش هياخد منكم وقت في انكم تتفرجوا عليه، ولا هياخد منكم وقت انكم تعملوا لايك وسبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات عشان تتابعوا كل الفيديوز اللي هتنزل ان شاء الله الفتره اللي جايه بخصوص الباك تو سكول، وايه التحضيرات اللي احنا ممكن نجيبها، وايه الحاجات اللي احنا ممكن نجيبها. وبحاول قدر الامكان ان انا اجيب لكم حاجات كتير. قولوا لي في الكومنتس لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده، وايه اكتر نوته عجبتكم ان ما كانتش نوته سو ميني كاتس برضو، سواء من غير القلم او بالقلم. انا بصراحه بحب من غير القلم، يعني لو انتوا بتسالوني عن رايي او انا بقول رايي، انا بحب الحاجه اللي من غير قلم عادي، انا ما عنديش مشكله عشان عندي اقلام كتير جدا. بس طبعا للناس اللي بتحب نفس الحاجه ومش عايزه تضيع فرصه ان هي تتوه او ما تلاقيش القلم جنبها، فهم موفرين لكم الخدمه ديت وموفر لكم الموضوع ده بصراحه حلو جدا. قولوا لي رايكم في الكومنتس، وكمان قولوا لي على المقترحات والحاجات التانيه اللي انتوا حابين ان احنا نعمل عنها فيديوهات ونعمل عنها ريفيوهات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير وريفيوهات تانيه اكتر. بس كده، يلا باي باي.